اللهم في يوم الجمعة لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما نستطع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبولا واستجابة. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه وسلم. كيف حالكم يا بنات؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تشوفوا فيديو اليوم. كان اليوم بداية من نهار الجمعة. طبعا بتعرفوا نهار الجمعة لمة العيلة ولمة العيلة الحلوة الخفيفة. بديت هيك نهاري، جهزت ولادي للصلاة. طبعا نهار الجمعة هيك من البلد اللي أنا عشت فيها ليبيا، عشت فيها 10 سنين. أخذنا من عاداتهم الحلوة دخلناها على حياتنا، وكنا بلاد المسلمين الحمد لله رب العالمين. نبدأ نهار الجمعة نفس الشي، نفس العادات، صلاة الجمعة، غدا لازم يكون جاهز إذا كانت عيلتكم كبيرة. لو في طبعا سيران بتطلعوا على بكير وتجهزوا حالكم. لا احنا اليوم بلشنا هيك بصلاة الجمعة، جهزت ولادي لبستهم وحممتهم، لازم يعني هيك حسوا. طبعا هاي لبسة الجامع، لبسة الليبية، لبسة العربية بقولوا لها، كتير حلوة يا بنات، والولاد كتير بيحبوا يلبسوها. هيك بعد ما تيسروا على الجامع بعمل الغداء الجمعة بكير، غداي بكون بكير بما انه الكل ملمومين، زوجي بكون بالبيت. اليوم عملت أكلة من الأكلات الليبية، هي الكسكسي الليبي. كتير أكلة طيبة، أنا أول ما دقتها كتير حبيتها، وطبعا مرة على مرة جربتها وصرت أطبخها. هلا أنا بطبخها بطريقة بتناسبني إلي. هلا هن نفس المكونات ونفس الطريقة، بس بتختلف. هلا بتشوفوا طريقة البصل. هلا هون اللحمة لما طلعتها من الفريزر ما بينت معي انه واحدة كاملة، بما انها هي لحمة العيد مكسرة قطع كبيرة. هلا هيك انا خففتها صغرتها مشان تعرفوا تستوي معكم. بس سبحان الله اللحمة التازة دغري بتستوي، بالطبخ كبيرة صغيرة بتلاقيها استوت. هلا هون هي الأكلة بدها بصل، حمص، لحمة، وفي ناس بتعملها بالدجاج يعني ما بتقيدوا. هيك بتساوي كمية بصل كويسة منيحة. هيك تحطيهم بالطنجرة، بتحطي معهم البهارات اللي بحطوها ما بتشبه بهاراتنا ابدا. بحطوا الكركم، الفلفل الاحمر الحار، طبعا في حلو بتقدر تحطي حلو، الملح، فلفل اسود. في شغلة اسمها عندهم هون حرارات كمان بحطوها. هلا انا هون عملتها كلها مع بعضها. هن تقريبا هي الاصول تبعتها البصل والحمص لحال بتنعمل بطنجرتها لحال، واللحمة لحال بتنطبخ. بس انا جربتها هيك وجربتها هيك، بما انه انا عيلتي صغيرة واكلتي يعني شوي على قدها، يعني مو هديك يعني أكلة كبيرة اللي حأعملها كمية كبيرة يعني حطعمي حد. لا هي بأصولها إنه كل شي لحال، بس حتصدقوني يعني ما بتفرق بالطعم، هي مشان البصلة تضلها مبينة وماسكة حالها. قليت اللحمة كله تقلاية، حطيت لها بهاراتها، سبكتها يعني، بتحطي لها المي بعدين وبتنسيها خلاص، تحطيها على النار وبتنسيها لعند خلاص تلاقيها استوت اللحمة تبين معك. هلا هون عنا هذا الكسكسي، بتجيبوا الكمية اللي انتو تحطوها، بتقلبوه بالزيت، بتغلفوا حباته بالزيت، شوي ملح شوي فلفل، بتنقعوه بشوية مي صغيرة. هلا هي الطنجرة اللي ببخروا فيها الكسكسي من فوق. شفتوا الطنجرة مثل طنجرة المفتول عنا بسوريا، بالأردن، بفلسطين، نفسها من تحت مي ومن فوق الطنجرة بتبخري. سبحان الله الحبة بتفتح لحالها. هاي لازم الطنجرة هون عند الشعب الليبي تكون موجودة بكل البيت، لأنه هاي أكلة من التراث تبعهم، من عاداتهم، بالأعراس بتنعمل، بالأفراح، بالأحزان بعيد عنكم يعني بيعملوها هاي الأكلة. مثل عنا بسوريا الأكلات اللي احنا بنعملها الأساسية، يعني اللي بدك تعزمي توجبي ضيف بيعملوا لك إياها مثلا. أفراح بيعملوها وكتير طيبة يا بنات، يعني إذا بتجربوها كتير كتير طيبة. هلا هون بحطوا بطاطا طبعا معها على الوش، تقشري البطاطا مثل ما هي بتقطعيها نصين وبتحطيها. هلا هيك هي انا هيك طريقة بطبخ فيها. اكيد يعني
مو مثل طريقتهم الأصلية، بس حاولت إني أقربها أكتر ما بقدر. هيك شوفوا سبحان الله، حبة الكيسكس كيف فتحت. هلا هذا اللي عم حطه لما اللحمة خلص تستوي بيرقد الزيت لفوق، عرفتوا؟ بياخدوا بشوي بشوي من فوق وبيدوروا عليه. شوفوا سبحان الله، وبتقلبوا ما بيعجن، يعني ما تخافي عليه عجن، لا ما بيعجن معك، خلص متى ما فرفتت حبته خلص بتحمل. بتضلكم بتضيفوا من الصوص المرقة لعند تحسوها تشربت. هلا هون بيقدموا معها سلطة خس، يعني خس خيار صحيحة، بيحطوها مثل ما هي، يعني مو كتير بيسحبوا السلطة الناعمة اللي احنا بنعملها، يعني سبحان الله. ولازم الفلفل الحار المخلل جنبها. هلا بتشوفوا كيف هيك خس خيار بندورة ليمون زيتون، كتير بيحبوا الزيتون بيقدموه مع وجباتهم. هلا عندهم الفلفل الحارة المخلل بيقولوا مسير، هون ان شاء الله حاعملكم اياه. هذا اسرع مخلل ممكن تساووه يعني، وانتي واقفة لين ما حضرتي طبختك بيكون المخلل اللي انتي عملتيه جاهز. كتير طريقته سهلة وحلوة، حشارككم فيها ان شاء الله بفيديو تاني. هيك قطعت الخضرة هيك مثل ما انتم شايفين هيك، وخلص. ها وفي زيتون كمان كتير كتير طيب مع الزيتون. هلا شوفوا كيف متفرد الحبة ما شاء الله بعد ما استوت خلص. بتعرفي استوت وتشربت الصلصة كويس، انه لما بتاكليها بتلاقيها مستوية. هلا هون بتنزلوها بالصحن الكمية اللي انتو حتحطوا فيها، يعني بامكانكم ما تحطوهم كلهم قد ما عيلتك بتاكل. هاي يعني هاي مقدار عيلتي. هلا هون الطنجرة اللي فيها اللحمة البصل الحمص البطاطا، فيها كل شي يعني هاي الطنجرة. اهم شي البصل يكون واضح موجود، لانك انتي حتستفيه على الوش، لازم يكون مبين. هلا انا هون حقيم اللحمة والبطاطا ححطهم على جنب مشان اتحكم بالتشريب. شوفوا سبحان الله قد ما بتحطوا له بيغب. هو انه هلا انا بحب احط له من الصوص تبعه بيطلع اطيب. عم مثل ما قلت لكم حلوة يعني، طيبة، أكلة طيبة كتير كتير، أنا بالنسبة لي كتير حبيتها. هلا هيك بضلني بصفي بصفي. هلا هون بفرد البصل والحمص. هي الحمص هلا لما شفتوني حطيتها من الأول، طبعا هذا حمص منقوع مو حمص مسلوق، مشان هيك أنا حطيته من الأول مشان يستوي. لكن لما حتحطي الحمص مسلوق حتحطيه آخر شي، أو هي البصلة حتعمليها لحالها مع الحمص. بتدبلي البصل بتحطي الحمص، لما بس تنزل ميتها بتحطي البهارات نفسها اللي حطيتها، ومعلقتين ترب البندورة، وخلص بتسبكيها بشوية مي بتطلع لك نفس الشي. بس انا هون حطيتها بطنجرة واحدة، يعني انا بحس هيك اريح لي ونفس الطعم ما بتفرق. هلا هيك حطيت البطاطا شقف اللحمة مثل ما انكم شايفين، وبترشي على وشها فلفل اسود. هلا بتصير حادث بسيط عنا هون، لازم منها. سبحان الله الاولاد رايحين جايين بكركبوكي هيك مثل ما انكم شايفين ما شاء الله. عن جد بتشهي، خصوصي مع الفلفل الحارة يا بنات، جربوها وكتير حتدعوا لي انها طيبة. هيك خلصنا الغدا وطلعنا هيك طلعة خفيفة على شط البحر، شط البحر الليبي. الله يديم الأمن والأمان علينا وعلى جميع أمة محمد. إن شاء الله تكونوا حبيتوا اللي قدمته. لا تنسوني من اللايك يا بنات والاشتراك لا تدعموني، ودمتم في حفظ الله ورعايته. سلامات.